السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله كنتم بخير. أنا زميلكم زياد زكريا. الفيديو ده ان شاء الله يكون شابتر 1 في مادة الفاينانشال مانجمنت. هديك انترودكشن للمادة وتفهم بتتكلم على ايه، وبعدين نبدأ في المنهج اللي علينا. اول حاجة، اول شابتر بعنوان الليفريج، شابتر 1. بس الاول قبل ما نبدأ في شابتر 1 تعالى نشوف الانترودكشن. هو من عنوان المادة او من اسمها فاينانشال مانجمنت، فتعالى نقسمها كده ونشوف كل جزء يعني ايه. مانجمنت، احنا من سنة أولى عمالين ناخد يعني ايه مانجمنت ومانجيريال ليفلز وفانكشنز اوف مانجمنت وبلاننج اورجانيزنج ليدنج كنترولينج. وايه هي المانجمنت؟ ان احنا نستخدم resources the use of organizational resources to achieve organizational goals. وليها كذا تعريف يعني عموما المانجمنت، فهتلاقيني سايب لك تعريف ليها. يعني انا هحط في الماتيريال البي دي اف الماتيريال للدكاترة، وهتلاقيني في اثناء الشرح نفسه بزود شوية حاجات امثلة للتوضيح ليك انت. لكن البي دي اف انا هحاول على قد ما اقدر باذن الله اخلي مفيهوش اي حشو زياده عن ماتيريال الدكاتره. انت مش محتاج اي كلمه واحده زياده عن ماتيريال الدكاتره، لكن الفهم ليك انت في الفيديو هتلاقيني مزود شويه حاجات عشان تعرف تفهم اكتر ان شاء الله يعني. فلو هنقسم ده لجزئين، فهنشوف اول جزء مانجمنت. قلت لك ان احنا بنستخدم organizational resources عشان نحقق ال organizational goals، نحقق الاهداف، نستخدم موارد ال organization عشان نحقق اهدافها. وفي فور فانكشنز اساسيين: planning organizing leading controlling. ما عارفين بقى اللي هو ان في managerial levels ودور المانجرز والكلام ده كله. يبقى اقرا بس الانترودكشن النظري اللي انا سايبها لك. ادخل في المهم. الجديد علينا بقى financial. يعني ايه finance؟ علم الفاينانس اللي بنقعد نسمع عنه. الناس بتقول عليه علم مالية، ناس بتقول عليه علم تمويل، ايا كان. finance يعني the art and science، فن وعلم خاص بإيه؟ خاص بإدارة الأموال of managing money. دي مش موجودة في، ولا أقولك مش هبقى أحطها لك برضه. المهم the art and science of managing money زي إيه؟ أي حاجة بتعملها في حياتك فيها إدارة لفلوسك تعتبر من ضمن finance، تعتبر financial management. قبضت مرتبك، جالك هدية، مبلغ مالي، بتفكر تعمل بيه ايه؟ هل يا ترى هتحطه في البنك؟ هل يا ترى هتشتري بيه عربية؟ هل يا ترى هتحوشه؟ هتجيب بيه دهب؟ فكرت مثلا قلت انا هحطه في البنك احسن. حد تاني قال ايه؟ انا هشتري بيه دهب. فمثلا ان كون اشترى دهب، انه قرر يصرف فلوسه على الدهب، ده يعتبر من ضمن الفاينانس، بيعمل فاينانشال مانجمنت. قرر يشتري بجزء دهب، الجزء التاني هيحوشه وهيسيبه كاش، دي كده فاينانشال مانجمنت. قرر يعني يفتح يعمل مشروع، يعمل انفستنج، ده كله من ضمن الفاينانشال مانجمنت، ده كله من ضمن الفاينانس. طبعا الفاينانس يعني علم واسع، بيبقى على مستوى شخصي، يعني انت نفسك شخص بشخصك كده يعني تعمل فاينانس. زي ما قلت لك مثلا عايز تشتري عربية، قبضت مرتبك، هتشوف تعمل بيه ايه، تحوش جزء، تحط جزء في البنك. كل ده من ضمن personal finance. في جزء بيبقى خاص بالشركات corporate finance، او جزء خاص بالبيزنس business او corporate finance. هو ليه في كذا فرع، لدرجة حتى احنا علينا اصلا الترم ده، لو تفتكر علينا مادة اسمها public finance، دي بتبقى خاصة بالجفرمنت. فالفاينانس اساسي ومن العلوم المهمة جدا. اي نعم، هو في ربا كتير بقى وجو الانترست والكلام ده وكروت، بس يعني ايه برضو بيبقى مفيد يعني. حتى لو في حاجات ممكن ما تنفعكش انت كشخصك، مثلا انت مثلا مش ناوي مثلا تشتغل في حاجة مثلا فيها جو كرود وكده، بس برضو في نفس الوقت في جزء هينفعك. فانا يعني ببرأ ذمتي او ببرأ نفسي من الحاجات الحرام اللي فيه. تعالى بس بقى ندخل في التفاصيل بقى المهمة نفسها. قبل ما ادخل في العملي والشابتر اللي علينا، اقول لك بس ان احنا عندنا نوعين من الديسيجنز، نوعين من القرارات. في investment decision او investing decision، وفي financing decisions،
قرارات خاصة بالاستثمار وقرارات خاصة بالتمويل. investment decision زي ايه؟ زي ان شركة اكس مثلا تقرر انها هتشتري لاند مثلا، ارض او بيلدينج او اي نوع من انواع الاسد، او حتى لو هتعمل investment في مشروع، تدخل مشروع ايا كان. ده كله من ضمن ال investment decisions. طب الفاينانسنج decision، ازاي هتحقق الانفستمنت اللي انت عايز تعمله؟ ازاي هتموله؟ عايز تشتري لاند، هل يا ترى هتاخد كارد؟ هل يا ترى هتعمل ايشوينج لشيرز؟ هل فازاي هتمول الانفستمنت ده؟ هو ده الفاينانسنج ديسيجن. فيا اما مثلا يكون عن طريق الديون، زي مثلا اللونز، او عن طريق الايكويتي، انك تعمل مثلا ايشوينج شيرز. ده كده باختصار الانفستمنت ديسيجن وفاينانسنج ديسيجن. طبعا الفاينانس في حاجات كتير تانية كتير قوي يعني، زي مثلا انه بيعلمنا حتة الريسك، وانك لما تيجي تدخل مشروع تشوف الريتيرن بتاعه، الاكسبكتد ريتيرن، وهل يا ترى الريتيرن اكبر من الريسك ولا اقل. هتقولي امال ايه الفرق بين الفاينانشال مانجمنت وفاينانس؟ في فروقات بسيطة بس مش هندخل فيها دلوقتي. خليك بس يعني ايه، خدهم كأنهم حاجة واحدة مؤقتة. الفكرة كلها ان احنا ايه، جايين ندرس المانجمنت اوف ماني. لما تيجي مثلا عايز تزود الكابيتال بتاعك، التكلفة بتاعته كوست اوف كابيتال، ده تاني شابتر هندرسه ان شاء الله. فحاجات كتير على نفس النظام. فابقى اقرا المقدمة النظري، مش طويلة، ابقى اقرأها بس كده يعني. مش هيجي يسمع لك يقول لك ايه هي مانجمنت، ولا قول لي ايه هي الفور فانكشنز اوف مانجمنت، ولا يقول لك عرف لي يعني ايه فاينانس، لا خالص. بس يعني ايه، عشان تفهم انت المادة بتتكلم على ايه، وتبقى برضو عندك فكرة يعني احتياطي. تعال ندخل في الجد بقى. طبعا هو الكلام ده كله جاهز، لان انا كل ده شرحته، بس للاسف الفيديو قطع مني، فانا بعيد من الاول عشان ما منتجش. فيلا الحمد لله. المهم، شابتر 1 بقى بعنوان الليفريج. يعني ايه ليفريج؟ كلمة ليفريج اصلا يعني رفعة. ده مصطلح متاخد من حاجة موجودة بالفعل، دي الليفريج. فكرتها ايه الليفريج؟ انك بتبذل مجهود قليل لعائد اكبر. زي مثلا دي بالنسبة مثلا حاجة متاخدة من فيزيكس، بالنسبة للفيزيكس مثلا، دي بيستخدموها ايه لو عايز يرفع حجارة دي. فهو مجهوده لو يرفعها يدويا هيبذل مجهود كبير، ده لو عارف. فممكن يستخدم الرفعة اللي هي الليفريج بحيث تساعده بمجهود أقل هياخد النتيجة أكبر. تقولي ايه دخل الفيزيكس في الموضوع بس؟ ما هنا نفس الفكرة، less effort more gain. بس المرة دي الجين هيبقى ايه؟ earning وأرباح وهكذا، بمجهود أقل. ازاي؟ تعال الأول أقولك ايه هي أنواع الليفريج، وأوضح لك ده بقى بمثال إن شاء الله. عندنا نوعين وفي نوع تالت، بس خليه مؤقتا نركنه دلوقتي مؤقتا. نوعين اعتبرها مؤقتا، نوعين أساسيين: operating leverage و financial leverage. رفعة تشغيلية ورفعة مالية، financial مالية. الرفعة التشغيلية بتتقاس بالدي او ال. يعني ايه دي او ال؟ اختصار ل degree of operating leverage، الحرف الأول من كل كلمة دي او ال، degree of operating leverage، درجة الرفعة التشغيلية. ودي درجة الرفعة المالية degree of financial leverage، دي اف ال. قبل ما أبدأ فيها، لو تفتكر احنا عندنا نوعين من الانكم ستيتمنت. أول واحدة كانت اللي كنا بنقول فيها السيلز ريفينيو، أو اللي هو التوتال سيلز ماينس الكوست اوف جودز سولد، كان بيدينا جروس بروفيت ماينس اوبريتنج اكسبنسز بيدينا النت اوبريتنج انكم. وتاني واحدة كنا بنقسمها الفاريبل وفيكسد. دي اللي هنستخدمها ليه؟ لأن الأولى اللي هي بتاعة الابسوربشن، لو تفتكر المصطلح ده، اللي كنا بنطرح من السيلز الكوست اوف جود سولد، اللي هي فاريبل بقى على فيكسد الاتنين. دي بيستخدموها في الريبورتنج لما تيجي تعمل ريبورتنج للانفستورز، اللي هي القائمة المالية، لما تيجي تعرضها، لما تيجي تعرض الانكم ستيتمنت عشان تشوف الوضع المالي للشركة، الانفستورز يشوفوا الوضع المالي للشركة. لكن لما بين المانجرز وبعضهم اللي بيستخدموها في الانترنال ديسيجن ميكنج، لما يجي يعملوا ديسيجن ميكنج ويتخذوا القرارات بينهم وبين بعض في الحاجات الخاصة بقى بالمانجمنت والكلام ده كله،
بيستخدموا الفاريبل كوستنج. حتى هتلاقي مثلا في منهج المانجيريال دايما بنحب نستخدم الفاريبل كوستنج. نفس الفكرة هنا برضه هنستخدم فكرة ان احنا نجيب التوتال سيلز ماينس توتال فاريبل كوست. توتال سيلز دي اللي هي السيلز ريفينيو، ماينس نشيل منها ايه؟ توتال فاريبل كوست. اقول لك اختصار كل واحدة. الاختصارات دي ممكن نستخدمها في الحل، ممكن اوديك بالاختصارات، ممكن انت تستخدمها، فلازم تكون عارف اختصار كل واحدة. طبعا الاختصارات دي يعني طبقا لماتيريال الدكاترة. فالتوتال سيلز ماينس توتال فاريبل كوست بيدينا ايه؟ انا عارف ان انت هيخطر على بالك كونتريبيوشن مارجن، بس احنا نمشي مع ماتيريال الدكاترة ونخليها جروس بروفيت او بروفيت مارجن. فالتوتال سيلز ماينس توتال فاريبل كوست يدينا جروس بروفيت او بروفيت مارجن. وبعدين كنا بنرجع نشيل الفيكسد كوست. شلنا الاول توتال فاريبل كوست، دلوقتي هنشيل الفيكسد كوست. قلنا التوتال سيلز نرمز لها برمز اس، الفاريبل كوست توتال فاريبل كوست نرمز لها برمز في سي. وهنقول الجروس بروفيت او بروفيت مارجن. بروفيت مارجن ممكن تلاقيه معمول بي ام، او انت هتستخدم مصطلح بي ام هتلاقيه كاتب في قوانين بي ام. بي ام اللي هي بروفيت مارجن، اللي هي جروس بروفيت، اللي هو ناتج توتال سيلز ماينس توتال فاريبل كوست. تبقى عارف كل المصطلحات لان كل حاجه ليها كذا مصطلح. تاخد البروفيت مارجن هتقول ماينس توتال فيكسد كوست. توتال فيكسد كوست اف. تمام. يدينا ايه؟ يدينا الاوبريتنج انكم. لحد هنا احنا عارفينها كويس وعملناها كتير، سواء في الكوست او مانجيريال او ايا كان. ايه الجديد؟ الجديد ان انت مش هتقف لحد هنا. احنا هنا بنتكلم بقى ايه؟ فاينانشال مانجمنت وفاينانس وكلام كبير كده. فمش هنقف لحد هنا، احنا هنكمل بعد الانكم ستيتمنت دي. كمل ازاي؟ اول حاجه تبقى عارف ان operating income بيتقال عليه earning before interest and taxes. earning before interest and taxes، العائد قبل الفوائد والضرائب. ليها اختصار لو هتاخد اول حرف من كل كلمه. تعال نشوف كده. earning حرف ال E، before B، interest I، taxes T. ف interest for interest and taxes earning for interest and taxes تبقى EBIT. ناس تقول عليها EBIT. طبعا الارقام سيبك من الارقام دي، الارقام دي عشوائيه، هبقى اقول لك ايه غرض منها. فناس تقول عليها EBIT، ناس تقول عليها EBIT. انا بحب افضل يعني EBIT عشان في برضه واحد تاني يبقى شبهه بس من غير حرف الاي، فما تتلخبطش بينهم. فال EBIT هو ال operating income، هو earning for interest and taxes. بعدين قلت لك ده العائد قبل الفوائد والضرايب، قبل الانترست والتاكسز. ازاي نوصل للبروفيت بقى؟ اكيد هنشيل انترست والتاكسز، مش محتاجه فهلوه. فاول حاجه هنشيل الانترست، هنشيل الفوائد. يعني لو الشركه واخده كرود مثلا بتدفع فوائد مثلا سنويه او ايا كان، كل سنه بتدفع مبلغ انترست. فالانترست دي بتعبر لي عن الاكسبنس نفسه. عشان تبقى عارف دي الانترست اكسبنس او الانترست بيمنت اللي هيدفع، مش الانترست ريت، مش النسبه، مش البرسنتج. واعرفك الفرق بينهم لما نيجي نحل، بس ما تلخبطش نفسك دلوقتي. نقول ماينس الانترست هيدينا بروفيت بيفور تاكسز. اللي قبله كان ايه؟ كان earning before interest and taxes. يبقى ده يبقى ايه؟ profit before taxes، اللي احنا شلنا الانترست خلاص، فنبقي التاكسز بس، فيبقى profit before taxes. او ممكن تلاقيه باختصار بي بي تي، وده هنستخدمه كتير في القوانين. او برضو ليه اختصار تاني ممكن تلاقيه عند بعض الدكاترة، اي بي تي، earning before taxes. profit before taxes او earning before taxes الاتنين حاجة واحدة. بس ده تلاقيه يعني اللي بستخدمه اكتر، لان ده المستخدم اكتر من الدكاترة. بس الاتنين حاجة واحدة، تبقى عارف الاتنين. شلنا اللي هو شلنا حرف الاي، شلنا الانترست، اتبقى ايه؟ اتبقى التاكسز. يبقى هنقول ماينس التاكسز عشان نوصل للنت بروفيت النهائي. لو عملت ماينس للتاكسز هيديك النت بروفيت. والحمد لله على السلامة. انكم ستيتمنت طويلة بس سهلة قوي، سهلة قوي لو فهمت هي رايحة فين وجاية منين. سيبك من الكلمة اللي كانت مكتوبة هنا، ده كان شخبطة، كنت بشرح حاجة عشان زي ما قلت لك عدت الفيديو. فالمهم، اول حاجه السيلز ماينس توتال فاريبل كوست تدينا الجروس بروفيت او بروفيت مارجن، ماينس فيكسد كوست تدينا اوبريتنج انكم. عارفين كل ده. الجديد ايه؟ ان الاوبريتنج انكم ده بيتقال عليه الايرنينج بفور انترست اند تاكسز، الاي بي اي تي. هنشيل منه الانترست عشان نوصل للبروفيت قبل التاكسز، هنشيل منها التاكسز عشان نوصل للنت بروفيت النهائي. النت بروفيت النهائي ده اللي هو افتر تاكسز، ده اللي هو بعده هنوزع على الستوك هولدرز اللي هم اصحاب الشيرز، اصحاب الاسهم.
ده اللي هنوزعه اصحاب الاسهم. ففي الاخر خالص في تكمله عند احد الدكاتره موجود في الاخر خالص earning per share. بس انا همشي بالانكم ستيتمنت الاساسيه، وفي اخر الفيديو ان شاء الله بقول لك الحته الزياده دي انها موجوده عند دكتور واحد بس، ده اللي شفته يعني. بس هقولها برضه ان شاء الله، بس خليها بس مؤقتا في الاخر خالص، خلينا نمشي بالاساسيه عشان ما نلخبطش نفسنا. المثال الرقمي ده برضه ده من عندي، مش هتلاقيه موجود في الماتيريال، وانا مش هحطه في الماتيريال، ده بس هشرح عليه حاجه ان شاء الله، وتبقى عارف اختصار كل حاجه من الحاجات دي. لحد دلوقتي لسه ما عرفناش برضو يعني ايه operating leverage و financial leverage. انا هقرأ لك الديفينيشن بتاع كل واحدة فيهم، وبعدين بقى هشرح لك. ليه اقرا الديفينيشن الاول؟ انت لما تقرا الديفينيشن يعني انت بقيت مركز على كام نقطة معينة في الديفينيشن، فوقت الشرح ده هيساعدك تركز اكتر على الحاجات اللي انا عايز اوصلها لك، عشان ما تتوهش في الكلام، عشان تبقى عارف الحاجات دي بتيجي بشكل عملي بإذن الله يعني. ده اللي اعرفه، الله اعلم. فلو تهت في الكلام اللي هقوله انا هتلاقيني قلت لك الخلاصه، في اي وقت تتوه اصبر هتلاقيني بعدها بشويه وضحت لك الدنيا. يعني كمل بس وهتلاقيني وضحت لك الدنيا ان شاء الله، وحليت معاك والدنيا وضحت، وعرفتك ازاي تحل. بس عشان ما بقاش ببصمج لك فلازم اشرح لك فكره يعني ايه اصلا ليفرج. بص، لو هنيجي نشوف ماتيريال الدكاتره كده عشان نشوف يعني ايه اوبريتنج ليفرج. ف operating leverage متعرفة على أساس إنها percentage change في ال operating income، دي كلمة change. percentage change في ال operating income أو ال EBIT، قلنا الاتنين حاجة واحدة. associated with percentage change in sales، أو as a result of percentage change in sales، أيا كان. يعني نسبة التغير في ال operating income نتيجة التغير في السيلز، ده كده degree of operating leverage. لو جينا نشوفها على ال income statement، تعال نشوفها على ال income statement، هتلاقيها رابطة بين الاتنين دول، سيلز و نخليها مثلا بالأخضر، سيلز و operating income. هنا موجودة degree of operating leverage، أعرفك ازاي تحسبها. طب لو جيت بصيت على degree of financial leverage، degree of financial leverage تلاقيها متعرفة على أساس إنها نسبة التغير، صفرات فين، تلاقيها متعرفة على أساس إنها نسبة التغير في ال earning available to common stockholders. احنا قلنا يعني ايه earning available to common stockholders؟ اللي هو النت بروفيت اللي في اخر after taxes، ده كده اللي هو بعد التاكسز، نت بروفيت بعد التاكسز after taxes. نسبة التغير في النت بروفيت after taxes أو في ال earning available to common stockholders with أو associated with a given percentage change in earning before interest and taxes، اللي هي EBIT. يعني لو جينا نشوف مكانها على ال income statement هنلاقيها موجودة كده، بتشوف نسبة التغير في النت بروفيت اللي هو ده ال earning available to common stockholders، ده اللي هيتوزع على stockholders نتيجة تغير ال EBIT. لما ال EBIT هيتغير النت بروفيت هيتغير بقد ايه؟ ده هيوضحه لنا DFL degree of financial leverage، درجة الرفعة المالية. لو عايز بقى توضيح اكتر تعالى هديك مثال رقمي معرفك يعني ايه رفعة مالية ودورها ايه بالظبط. بس المثال الرقمي ده مش عليك، انا بقوله هو دلوقتي مش عليك، ده للتوضيح ليك انت لفهمك، عشان بعد كده تبقى فاهم القانون تعرف تستنتجه، مش تبقى حافظه بس بإذن الله يعني. فدي حاجة يعني ايه زيادة مني، حبيت تمام، حسيت انك تهت بعدها، اصبر احل معاك واقول لك القوانين ولا كأني قلت حاجة، وهتلاقي نفسك بتحل عادي حتى لو تهت. افترض ان السيلز زادت نسبة 50%، ايه اللي هيحصل؟ هديك شوية ارقام، مديك ان السيلز ب5000 و variable cost ب3000، عملت ماينس طلعت operating، طلعت gross profit او profit margin ب2000، ماينس fixed cost، fixed cost ثابتة ب1000، ادانا ال operating income EBIT ب1000، ماينس الانترست، افترضت ان الانترست ب500،
ده الانترست اكسبنس اللي هندفعه. بعدين البروفيت بيفور تاكسز 500. افترضت ان التاكسز مثلا نسبتها 40%. 40% من ايه؟ التاكسز بتبقى نسبة من البروفيت بيفور تاكسز، اما الانترست بتبقى نسبة من اللونز نفسها اللي قايلها لك في السؤال، مش من الاي بي اي تي، عشان تبقى عارف بس يعني. المهم، ف 500 في 40%، ده مش حل، ده مثال بس توضيحي، وهحل معاك خطوة خطوة، بس سيبك من الأرقام، ما تركزش في الأرقام. في الآخر ادينا نت بروفيت. تعال نشوف بقى لو السيلز زاد ب50%، ايه اللي هيحصل؟ السيلز الجديدة هتبقى 7500. 5000 هنزود عليها 50%، تبقى 7500. الفاريبل كوست بيحصل لها ايه لما السيلز بتتغير؟ الفاريبل كوست بتتغير بتغير الإنتاج، فبالتالي تنتج أكتر، ففاريبل كوست هتزيد. عكس الفيكس كوست بتفضل ثابتة، والنقطة دي مهمة جدا، الفيكس كوست بتفضل ثابتة. فدي كده هتبقى 4500. هيدينا البروفيت مارجن، هتقول 7500 ماينس 4500 يبقى 3000. الفيكسد كوست ب1000، هتفضل 1000 زي ما هي، مش هتتغير، منلعبش في الفيكسد كوست. 3000 ماينس 1000 هيدينا 2000، زي الفل. ايه الغرض من ده كله؟ اقولك دلوقتي. دلوقتي البروفيت مارجن او جروس بروفيت عبارة عن ايه؟ جروس بروفيت عبارة عن سيلز ماينس توتال فاريبل كوست. طب الاوبريتنج انكم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروفيت ماينس بروفيت مارجن ماينس فيكسد كوست. فلو تخيل ان ما كانش فيه فيكسد كوست، كان يبقى اوبريتنج انكم هو اصلا بروفيت مارجن، اللي هو بروفيت مارجن ماينس زيرو هيساوي المبلغ بتاع بروفيت مارجن. يعني في الحالة دي مثلا 2000 ماينس زيرو هيساوي 2000 برضه، بس هنا في فيكسد كوست. فنقدر نقول ان الاوبريتنج انكم عبارة عن البروفيت مارجن اللي متبقي بعد ما نكفر ونغطي الفيكسد كوست. البروفيت مارجن اللي اتبقى بعد ما نغطي الفيكسد كوست عبارة عن اوبريتنج انكم، عبارة عن اي بي اي تي. جميل. ليه قلت ده؟ تعالى نشوف اللي حصل بعد ما سيل زادت بنسبة 50%. الفاريبل كوست زادت هي كمان. تمام. طبعا اكيد البروفيت مارجن زاد. الفيكسد كوست ثابتة زي ما هي، تنا الاوبريتنج انكم. انت لو سألتك قبل ما تشوف الارقام دي، لو سيلز زادت ب50% عموما، تفتكر ايه اللي هيحصل في اوبريتنج انكم؟ ممكن يخطر على بالك تقول انه هيزيد بنسبة 50%. سيلز زادت ب50%، ريفينيو زاد ب50%، يبقى اوبريتنج انكم يزيد ب50%. وده غلط. ده كان هيبقى صح لو ما كانش فيه فيكسد كوست. لو كانت الكوست كلها هتزيد بنفس النسبة، وقتها كنا هنقول مفيش فيكسد كوست، فبالتالي اوبريتنج انكم يبقى هو بروفيت مارجن. فبالتالي كنا نقف مثلا لحد هنا لو ما كانش فيكسد كوست، فهنشوف نسبة الزيادة في البروفيت مارجن 50%. 3000 نيو ماينس اولد على الاولد في 100. 3000 ماينس 2000 على 2000 في 100 يديك 50%. ده لو ما كانش فيكسد كوست، كانت نسبة الزيادة فعلا كانت تبقى 50%. بس الحقيقة ان في فيكسد كوست، وان مش كل التكاليف زادت بزيادة الانتاج او بزيادة السيلز. لا، في تكاليف فضلت ثابتة، اللي هي فيكسد كوست. فلو جيت حسبت زيادة في الاوبريتنج انكم برسنتج بتاعت الزيادة، هتقول 2000 ماينس ال 1000 على ال 1000 تضرب في 100، هيديك 100%. يعني الاوبريتنج انكم ما زادش ب50%، لا هو زاد بنسبة 100%. دي فكرة الاوبريتنج ليفريج. برضو ايه، ما فهمتش لسه فين الليفريج في الموضوع؟ ايه هي الليفريج؟ او ايه اللي بيعبر عن الليفريج؟ اللي بيعبر عن الليفريج هتلاقيها دايما الفيكسد كوست، هي اللي بتعبر عن الليفريج. وجود الفيكسد كوست وان في تكلفة ما زادتش لما السيلز زادت، ده خلى الاوبريتنج انكم يزيد بنسبة اكبر من زيادة السيلز. احنا قلنا الدي او ال degree of operating leverage عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال percentage change في ال operating income نتيجة ال percentage change في السيلز. فالفيكسد كوست هي كانت العامل في ده، هي سبب القصة دي كلها. ان انت اكتشفت ان ال operating income زاد بنسبة 100%، نسبة اكبر من نسبة زيادة السيلز.
هتقول الله دي حاجة حلوة، طب ما نخلي نزود الفيكسد كوست بتاعتنا كتير، بحيث لما نزود السيلز الفيكسد كوست تفضل ثابتة، فبرسنتج تشينج في الانكم يزيد بنسبة أكبر، فنقعد نزود الفيكسد كوست. ده فعلا هيحصل كل ما نزود الفيكسد كوست. بس خد بالك، انت لما تقلل السيلز، افترض مثلا جه موسم والسيلز فيه كانت قليلة، الفاريبل كوست هتقل، اما الفيكسد كوست هتفضل زي ما هي، مش هتقل. فدي وقتها هتبقى مشكلة. فزي ما الموضوع بيجي بفايدة، الموضوع بيبقى ليه ضرر، فالموضوع بيبقى فيه ريسك كبير. ما ينفعش تقعد تزود في فيكسد كوست وخلاص وتقول عشان الليفرج وما اعرفش ايه. لا طبعا الموضوع بيبقى فيه ريسك. تخيل بقى لو السيلز كانت قلت ب 50%، يا نهار ابيض، الاوبريتنج انكم كان يقل بنسبة 100%. دي طبعا كانت تبقى مشكلة كبيرة، لان الفيكسد كوست بتفضل ثابته غصب عنك، هتغطيها حتى لو ما كانش معاك اللي يكفي انك تكفر الفيكسد كوست، برضه لازم وقتها كنت هتحقق لوس مش هتحقق بروفيت، لان لما السيلز بتقل الفيكسد كوست بتفضل موجوده. ففيكسد كوست هي فكره الاوبريتنج ليفريج، فكره الفيكسد كوست هي دي اساس فكره الاوبريتنج ليفريج. احنا قلنا اوبريتنج ليفريج بتقيس ايه؟ بشوف نسبه التغير percentage change في ال EBIT نتيجة ايه؟ نتيجة ال percentage change في السيلز. السيلز لما زادت ب50%، ال EBIT زادت بنسبة 100%. السيلز زادت ب50%، EBIT زادت 100%. ده معناه عندنا درجة ال operating leverage بقد ايه؟ بالنظر انت حتى من قبل ما تعرف قانون ال operating leverage، بالنظر كده اكيد عرفت انها 2. وفعلا ده صح، دي و ال ب2. بس هل هو هيبقى مديك نسبة كل واحدة فيهم؟ لا، هيبقى مديك واحدة بس وانت المفروض تجيب التانية، هيقولك السيل زادت بنسبة 30%. احسب لي البرسنتج تشينج في الاي بي اي تي، ويبقى مديك انكم ستيتمنت اولانية، او انت المفروض تعمل انكم ستيتمنت اولانية زي كده، يديك بيانات تعمل بيها انكم ستيتمنت اولانية، وعلى اساس انكم ستيتمنت اولانية هتحسب نسبة التغيير برسنتج تشينج في الاي بي اي تي. هتضطر الاول تحسب الدي او ال. اكيد مش هتعمل زي ما انا عملت وتقعد بقى تحسب انكم ستيتمنت جديده لا لا خالص. دي او ال ليها قانون. ايه هو القانون؟ مش متعودش تعمل انكم ستيتمنت الجديده دي تاني. القانون بتاعها خليك انت تستنتجه. انا قلت لك مين هو اساس فكره الاوبريتنج ليفريج؟ فيكسد كوست. تعال عند اللي قبل البروفيت اللي قبل الفيكسد كوست واللي بعد الفيكسد كوست، خد اللي قبل الفيكسد كوست تقسمه على اللي بعد الفيكسد كوست. بروفيت مارجن قبل الفيكسد كوست، تعال ممكن كانها بروفيت مارجن بعد الفيكسد كوست، بس ما ينفعش نقول بروفيت مارجن بعد الفيكسد كوست. احنا قلنا اوبريتنج انكم عباره عن بروفيت مارجن بعد ما عملنا كفرنج للفيكسد كوست. بس المصطلح بتاعه اسمه ايه؟ المصطلح بتاعه اسمه اوبريتنج انكم، او قلت لك هنستخدم اي بي اي تي كتير. فال دي او ال هتساوي البروفيت مارجن على الاي بي اي تي. ده القانون بتاعها، انت استنتجته. انت دلوقتي لو نسيت، افرض انت لخبطت، هل بتساوي مثلا على السيلز اي بي اي تي على السيلز، ولا السيلز على البروفيت مارجن، ولا بروفيت مارجن على الاوبريتنج انكم، ولا الاي بي اي تي على البروفيت مارجن، ولا ايه بالظبط؟ لا انا قلت لك اهو، خد بروفيت مارجن اللي قبل الفيكسد كوست. احنا قلنا الاساس ايه فكرتها؟ الاوبريتنج ليفريج فكرتها الفيكسد كوست. فانت تاخد البروفيت مارجن اللي قبل الفيكسد كوست تقسمه على اللي بعد الفيكسد كوست اللي هو الاي بي اي تي. فانت لو عارف الانكم ستيتمنت هتعرف تستنتج القانون بسهوله جدا. وطبعا لما يقولك احسب لي برسنتج تشينج، فهو عايزك تستخدم دي او ال، مش عايزك تعمل الكلام اللي انا عملته ده للتوضيح ان احنا نستنتج يعني ايه دي او ال. بس هو مش هتروح تعمل له مليون انكم ستيتمنت، ده لسه دي اف ال ولسه دي تي ال. مش كل مره تقعد تعمل في انكم ستيتمنت، لا يعني. مش كل سؤال تعمل له 2 انكم ستيتمنت، هي انكم ستيتمنت واحده بتتعمل، وعلى اساسها بقى بتستنتج الدي او ال بالقانون اللي احنا قلنا ده، والدي اف ال وهكذا. تعالى نحسب دي او ال. بتساوي، قلنا بتساوي ايه؟ بروفيت مارجن او جروس بروفيت اي حاجه، اللي هو البي ام، على الاي بي اي تي. بروفيت مارجن على اي بي اي تي، اللي قبل على اللي بعد. اللي قبل ايه؟ اللي قبل فيكسد كوست على اللي بعد ايه؟ على اللي بعد الفيكسد كوست.
شفت انت اهو، يعني كده ايه، مش مجرد بصمجة قانون. يعني بإذن الله، بإذن الله انت كده عرفت ازاي تجيب القانون حتى لو انت نسيت. فلو قلت لك ان السيلز اتغيرت، مثلا قلت لك ان السيلز زادت، percentage change في السيلز مثلا كانت مثلا 30% زيادة، ايه اللي هيحصل؟ هتقول ان percentage change في ال EBIT هتساوي ال DOL في ال percentage change في السيلز. percentage change في ال EBIT دي اللي عايزين نحسبها، هتساوي DOL. طلعناه. عايز تتأكد؟ تعالى نحسبها كده. بروفيت مارجن بكام؟ لسه محسبناش، تصدق؟ بروفيت مارجن ب2، حسبناها بفهلوة، بس تعالى نحسبها بقى بالقانون. بروفيت مارجن ب2000 على ال1000، فالديو ال هتساوي كام؟ 2000 على 1000، اللي هي البروفيت مارجن، الجروس بروفيت، أي حاجة، ب2000 على الإيرنينج. طبعا سيبك من انكم دي، أنا عملتها للتوضيح، هو هتلخبط، سيبك منها، انت مش هتعملها في الامتحان. دي شرح يعني ايه degree of operating leverage، وان ازاي fixed cost كان لها تأثير وكده، سيبك منها خالص. انت بتستخدم income statement دي. ف profit margin ب2000 على operating income ب1000 تطلع ب2. فانا مجرد ما اقولك ان السيل زادت ب50%، او السيل زادت ب30%، انت تقوم مستخدم الدي او ال على طول، وتجيب نسبة التغير في الاي بي اي تي على طول. يعني مجرد تعالى نعمل نفس المثال ده. السيل زادت ب50%، احنا حسبنا الدي او ال وقلنا بتساوي بروفيت مارجن 2000 على earning before interest and taxes 1000، قلنا بتساوي 2. فأقول percentage change في ال EBIT هتساوي 2 في percentage change في السيلز 50%، هتساوي 100%. مظبوط. حتى لما عملناها خطوات طلعت 100%. بس انت مش سيبك من الخطوات اللي انا عملتها دي، كان شرح ليك، سيبك منها خالص، ما تلخبطش نفسك. تعالى نكتب القوانين بقى، كل القوانين اللي قلناها. احنا قلنا الدي او ال بتعبر لي عن التغيير اللي يحصل في الاي بي اي تي نتيجة التغيير اللي يحصل في السيلز. جميل. يبقى ال percentage change في ال EBIT، نخليك تفهم القوانين ان شاء الله، مش مجرد تحفظها. هتساوي DOL degree of operating leverage في ال percentage change في السيلز. سيلز اللي هي الريفينيو، توتال سيلز او ايا كان بقى. ممكن السيلز تكتبها مثلا اس، رمز بتاعها اس، ايا كان. طب الدي او ال نفسها بتساوي ايه؟ احسبها ازاي؟ هتجيب الجروس بروفيت، او اللي قلنا عليه بروفيت مارجن، من حاجة واحدة، على الاوبريتنج انكم اللي هو الاي بي اي تي، بس الاختصار اكتب اي بي اي تي. طب ماشي، افرض مثلا انت عايز تحسبها على طول. تعالى نفكها. بروفيت مارجن بيساوي ايه؟ هتلاقي الحاجة ليها كذا قانون، بس هو اصلا عبارة عن قانون واحد، بس متفرع. يعني ايه؟ يعني متفكك معنى اصح، بس هو نفس القانون، وهوريك ده دلوقتي. جروس بروفيت بيساوي ايه؟ بيساوي السيلز ماينس الفاريبل كوست. سيلز ماينس توتال فاريبل كوست، احنا قلنا نرمز للسيلز بايه؟ بإس. توتال فاريبل كوست قلنا نرمز لها بفي سي. بس كده. الاي بي اي تي بيساوي ايه؟ بيساوي السيلز ماينس توتال فاريبل كوست، اس ماينس في سي، ماينس توتال فيكسد كوست، لان الناتج بيطلع بروفيت مارجن، كنا مشينا منها فيكسد كوست عشان نوصل لاي بي اي تي. فهنقول سيلز ماينس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست. طب تعالى نفككه تاني كمان. لو هنفكه تاني هنقول انه هيساوي، السيلز اصلا بتساوي ايه؟ سيلز بتساوي units number of units times price per unit. total sales revenue بتساوي عدد اليونتس في سعر كل وحدة. فهنا يبقى quantity times price per unit minus ال variable cost per unit بتساوي ايه؟ بتساوي ال variable cost total variable cost بتساوي variable cost per unit times quantity. يعني quantity عدد units times variable cost per unit لكل وحدة. نفس الكلام لو هنفك اللي تحت، هنقول ان sales نفس الكلام اللي قلنا فوق، على اول على اول جزئين sales minus variable cost
تبقى quantity times price per unit minus quantity times variable cost per unit minus الفيكسد كوست. جميل. طب تعالى ناخد ال Q عامل مشترك common factor فوق وتحت، فهنقول ان ال Q times P minus V price per unit minus variable cost per unit على نفس الكلام Q P minus V، بس المرة دي minus F. مفيش أي فرق بين ده وبين ده ولا حتى ده، كلهم نفس الحاجة، بس كل مرة بفك أكتر. فعشان تبقى عارف ليه ده معمولة بالشكل ده، خدنا ال Q number of units common factor بس كده. ده مش هنستخدمه، اللي هتلاقينا بنستخدمه عادة بيكون الاتنين دول. لو هتستخدم بالتوتال، لو مديك التوتال فانت هتستخدم ده توتال سيلز ماينس توتال فاريبل كوست ماينس توتال فيكسد كوست، الحوارات دي كلها. لو مديك باليونتس نمبر اوف يونتس وبرايس بير يونت وفاريبل كوست بير يونت فاستخدم ده على طول. حاجات متفككه هنا. طبعا الفيكسد كوست دايما بيديلك بالتوتال عشان تبقى عارف، فهي كده كده بالتوتال، دي كده بالتوتال مالناش دعوه بيها. فهنا الكيو عباره عن ايه؟ نمبر اوف يونتس، البي برايس بير يونت، الفي variable cost per unit، الاف fixed cost. وكده كده قلت لك هو بيديلك بالتوتال كده كده يعني. لحد دلوقتي اظن مفيش حاجه صعبه. والله لو تهت مني انسى بقى المثال اللي انا كنت كاتبه، وبص على حته القانون، وقلت لك القانون ازاي فكيته معاك ووصلته للشكل ده، وايه هي ال DOL. بتشوف ال percentage of percentage change في ال EBIT نتيجة ال percentage change في السيلز. هو يطلب منك شوف ال operating income اتغير بقد ايه، ويديك السيلز اتغيرت بكذا. ده بيبقى شكل السؤال بإذن الله. وعرفتك قلت لك إن افرض نسيت القانون، اعرف ان الليفرج اساسها الفيكسد كوست، الاوبريتنج ليفرج اساسها التوتال فيكسد كوست، عشان ما تلخبطش، لان لسه هنشوف فاينانشال ليفرج. انت لو فهمت اوبريتنج تفهم فاينانشال ليفرج على طول باذن الله. فالاوبريتنج ليفرج اساسها التوتال فاينانشال كوست اللي كانت بعد بروفيت مارجن. فانت بتروح عند الفيكسد كوست، قبل الفيكسد كوست في بروفيت مارجن، فتاخد اللي قبل الفيكسد كوست، تاخد اللي قبل الفيكسد كوست تقسمه على اللي بعد الفيكسد كوست. البروفيت مارجن قبل الفيكسد كوست على اللي بعد الفيكسد كوست اللي هو EBIT. ده القانون من غير حفظ. اللي قبل الفيكسد كوست على اللي بعد الفيكسد كوست. قبل فيكسد كوست بروفيت مارجن، بعد فيكسد كوست EBIT. وبعدين فكهم، افرض انت نسيت الشكل النهائي ده ولخبطت، فانت معاك الاساس وفك. فاهم الفكره؟ مثلا نسيت الماينس فيكسد كوست تحط فوق ولا تحت، فانت عارف ان الاي بي اي تي بيبقى هو اللي تحت، فبالتالي اي بي اي تي اصلا هو اللي بنشيل منه الفيكسد كوست، بيبقى متشيل منه فيكسد كوست، بنجيب بروفيت مارجن ماينس فيكسد كوست، فبالتالي الماينس اف هي اللي تحت. يعني طول ما انت فاهم القانون جه ازاي هتلاقي نفسك حافظه بسهوله باذن الله. يعني ممكن اكون طولت شويه، بس مجرد ما فهمت دي هتفهم باذن الله الفاينانشال ليفريج. زي ما قلت لك الجزء الاول من income statement بيبقى عباره لي عن degree of operating leverage. خلي بالك دايما هتلاقي الناتج بتاعها مثلا رقم كده 1.223 مثلا. حاول على قد ما تقدر ما تختصرهوش، ده اول نقطه انبهك عليها. حتى لو هتقربه اقصد ما تقربوش، او لو هتقربه يعني قرب من بعيد، ما تقومش مثلا قايل دي كانها 1. لا، يعني عايزك تكتبها زي ما هي كده، قد ما تقدر ما تقربش بزياده، الا اذا كانت مثلا ارقام طويله قوي فممكن تاخد مثلا اول 3 ارقام بعد العلامه. فاهم الفكره؟ وتقوم كاتب جنبها ديجري درجه، لان هي عباره عن ايه؟ عباره عن ديجري اوف بريدنج ليفريج. فالرمز ده رمز الديجري، ده رمز الدرجه. طب تعال نشوف الفاينانشال ليفريج. فكرتها مشابهه برضو للاوبريتنج ليفريج. degree of financial leverage قلنا بتعبر لي عن التشينج اللي هيحصل في النت بروفيت اللي هو earning available to common stockholders نتيجة التشينج اللي يحصل في ايه؟ في الاي بي اي تي. انا مش هكمل لك المثال الرقم اللي مكتوبه لك تاني عشان ما ادوشكش بقى وما تتوهش، عشان نفضل بقى ماشيين واضحين باذن الله. فهقول لك فكرته بس من غير ما اكتبه. فالتشينج، تعالى الاول ايه،
نقول احنا قلنا الفاينانشال ليفريج بتعبر لي عن التشينج اللي هيحصل في. خد بالك هنا بس الاول في نقطه مهمه، ان في دكاتره تلاقيهم بيقولوا مثلا التشينج اللي يحصل في نت بروفيت، دكاتره تانيين تلاقيهم بيقولوا ان التشينج اللي يحصل في البروفيت بيفور تاكسز. هل في فرق؟ هتلاقي الاتنين حاجه واحده، التشينج في ده يبقى هو قد التشينج في ده لو جيت حسبتها بارقام. بس انا همشيها بايه؟ يعني لما اجي اكتب القانون همشيها بروفيت بيفور تاكسز، التشينج اللي يحصل في البروفيت بيفور تاكسز نتيجه التشينج اللي يحصل في الاي بي اي تي. وتمشي برضو النت بروفيت، يعني الاتنين هيمشوا، الاتنين هيبقوا حاجة واحدة. فتعال نكتب التشنج اللي يحصل في البروفيت بيفور تاكسز هيساوي، لأنه عادة في أسئلة تلاقيه بيسألك التشنج اللي يحصل في البروفيت بيفور تاكسز، انت لازم تبقى عارف ان ده بيتكلم على الدي اف ال، degree of financial leverage، فان شاء الله ما كنتش تهت مني. طب لو كان يسألك عن نت بروفيت نتيجة تشنج في الاي بي اي تي تمشي، بس سيب النت بروفيت دلوقتي لان هنستخدمها في حاجة تانية دلوقتي. طب لو بيرنينج بير شير، تخيل ان ايرنينج بير شير برضو في ايه دكاترة بيستخدموا اثناء ايرنينج بير شير، التشنج اللي يحصل فيها نتيجة التشنج اللي يحصل في الاي بي اي تي. هنشوف في كذا حاجة، بس انا ماشي معاك بالاشهر دلوقتي عشان ما نلخبطش. التشنج اللي يحصل في البرسنتج تشنج اللي هتحصل في البروفيت بيفور تاكسز، تعال نكتبها بلون تاني كده، نتيجة التشنج اللي يحصل في الاي بي اي تي. فهنا يبقى برسنتج تشنج في الاي بي اي تي، وما تلخبطش بين القوانين، الاتنين فيهم اي بي اي تي، بس واحد عايزين نشوف التغيير اللي يحصل اصلا في الاي بي اي تي، وواحد هنشوف تأثير التغيير اللي يحصل في الاي بي اي تي على البروفيت بيفور تاكسز. طب بالتالي انت طالما فهمت الدي او ال هتبقى استنتجت ان هنا نحط الدي اف ال، هي اللينك بين الاتنين. فلو قالك ان الاي بي اي تي زادت بنسبة 50%، وان الدي اف ال مثلا، انا هقول لك رقمها بس هقول لك ازاي تحسبها، بس انا هديلك دلوقتي افترض انها مثلا بواحد ونص، يبقى البي بي تي هتقول 50% في واحد ونص، شوف ايا كان اللي يطلع معاك برسنتج. فهمت الفكرة؟ طب ماشي، عرفنا. في قانون بقى، فين قانون الدي اف ال نفسها؟ انت قلت لي بستنتج قانون الدي او ال عن طريق توتال فيكسد كوست. طب دي اف ال مفيش فيكسد كوست استنتج منها. الانترست هي اساس الدي اف ال. لو كنت عملت لك كملت لك المثال بالارقام، كنت هتلاقي ان التشنج اللي يحصل في البروفيت بيفور تاكسز كان هيبقى اكبر، لو السيلز اتغيرت كان هيبقى اكبر من التشنج اللي يحصل في الاي بي اي تي. لو كنت كملت لك نفس المثال كنت هتلاقيه شبه المثال اللي قلناه فوق لما قارنت لك بين الاي بي اي تي وبين البروفيت مارجن. فلو كنت قارنت لك بين ال بي بي تي اللي هو بروفيت بيفور تاكسز وبين الاي بي اي تي، بالمثال لو اللي كملناه لما السيلز اتغيرت، كنت هتلاقي التشنج اللي هنا اكبر من البرسنتج تشنج اللي هنا. فاهم قصدي؟ فما علينا من الرغي واللت والعجن ده كله. فالاساس الفكره اللي معاك اللي هتستخدمها هنا انترست، بس انا قلت لك ان الليفرج تبقى مبنيه على الفيكسد كوست. الانترست اصلا عباره عن فيكسد كوست، بس مش اي فيكسد كوست، هي فيكسد فاينانسنج كوست. بس ما مش عايز الخبطك بالمصطلح ده، بس عشان تبقى عارف ليه الدي اف ال بتبقى قانونها رابطه بين الاتنين دول، لان الانترست هي الفيكسد فاينانسنج كوست. انت مثلا بتدفع، واخد كارد، بتدفع مثلا 10% منه، مثلا افترض 100,000، فانت بتدفع 10% كل سنة من كارد 100,000 ده، تدفع 10,000 كل سنة. فاهم؟ فهي فيكسد، فالاتنين فيكسد سواء دي أو دي، بس دي بتبقى فاينانسنج فبنكتب انترست، اوعى تكتب فيكسد فاينانسنج كوست يعني عشان ما تلخبطش بالكلام اللي بقوله. عشان كده انا في الماتيريال مش هتلاقيني بقول الكلام، مش هسيبهولك في الماتيريال عشان ما تلخبطش، بس ده لفهمك انت. فلما اكلمك عن دي اف ال بص على الانترست. اديك استنتجت القانون، انا متوقع ان انت دلوقتي هتقول القانون ان اللي قبل الانترست على اللي بعد الانترست، وده صح فعلا، هو القانون. شفت ببساطه؟ يعني انا قلت لك الدي او ال وانت طلعت الدي اف ال منها، مجرد ما قلت لك ان الفكره هنا الليفرج فاينانشال ليفرج تبقى مبنيه على الانترست. يعني مجرد ما قلت لك كده انت استنتجت القانون، الدي اف ال هتساوي اللي قبل الليفرج اللي هو في الحاله دي، اللي قبل الانترست اقصد، الاي بي اي تي، على اللي بعد الانترست البي بي تي. الاي بي اي تي
على البي بي تي، بروفيت الايرنينج بفور انترست اند تاكسز على بروفيت بيفور تاكسز. تعالى نفك الايرنينج بفور تاكسز. تفتكر احنا لسه فكنا فوق اصلا؟ كنا فكنا سيلز ماينس سيلز ريفينيو توتال سيلز يعني، ماينس توتال فاريبل كوست ماينس فيكسد كوست. ده كده الاي بي اي تي earning for interest and taxes. لازم تقول and interest and taxes. فيبقى الاس، تعالى نخليها بالاسود بقى، الاس ماينس الفي سي ماينس الاف، سيلز ماينس فيكس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست. طبعا دي كده توتال، كل ده توتال. الاس بجيبها ازاي؟ احنا قلنا number of units في price period. طب البي بي تي لو عايزين نفكه، هنشوف بي بي تي كده نفكه من income statement. هنقول السيلز ماينس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست ماينس الانترست. بص يعني انت بتاخد ايه؟ كل ماينس تقابلك ابدأ بالسيلز وشيل منها كل ماينس حطيناها بين براكتس تقابلك. الدنيا بسيطة يعني والله، لأنها أصلا كأنها ايه؟ هي عبارة عن اي بي اي تي ماينس انترست. فده عبارة عن اي بي اي تي ماينس انترست، الفرق بينه هو الانترست. فالاي بي اي تي اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي السيلز ماينس الفاريبل كوست توتال طبعا ماينس فيكسد كوست ماينس، نقول ماينس انترست بقى عشان نتحول لبروفيت بيفور تاكسز. طب لو عايزين نفك ده كمان، تعال نشوف نفكه اكتر ازاي. سيبك من دي. الاي بي اي تي احنا كنا اوريدي فاكينه وقلنا وتوصلنا للجزئيه دي، ان الاي بي اي تي هيساوي الحته اللي تحت دي كيو، اللي هي number of units times price per unit minus ال variable cost per unit minus ال total fixed cost. تحت هيبقى نفس الكلام بس هنزود عليها minus ال interest. هناخد دي كده زي ما هي وهنقول minus ال I اللي هي ال interest، I اللي هي ال interest. فهنوضح هنا كده ان ال I عبارة عن ال interest. ده كده قانون ال DFL، انت استنتجته اهو من غير حفظ ولا حاجة. ازاي افتكره؟ قلت لك روح على الانترست، بص على اللي قبل الانترست اقسمه على اللي بعد الانترست. طب ازاي افتكر الدي اف ال؟ قلت لك روح على الدي اف ال، روح على الفيكسد كوست توتال فيكسد كوست، وبص على اللي قبل التوتال فيكسد كوست واللي بعد التوتال فيكسد كوست. اللي قبل التوتال فيكسد كوست بروفيت مارجن، على اللي بعد التوتال فيكسد كوست اوبريتنج انكم اللي هو اي بي اي تي. والدي اف ال degree of financial leverage اللي قبل الانترست على اللي بعد الانترست، اي بي اي تي على بي بي تي بروفيت بيفور تاكسز. طب لو عايزين، قلت لك في واحدة تالتة أجلها دلوقتي، نجيب الديجري اوف توتال ليفريج. احنا قلنا ال degree of operating leverage بتوضح لي ايه؟ توضح لي percentage change، percentage change في ال EBIT نتيجة percentage change في السيلز. دي كده DOL. وكنا عن طريقها بنقدر نحسب التغيير اللي يحصل في EBIT لما السيلز تتغير، وعرفنا القانون بتاعها. وعرفنا ان ال DFL توضح لي percentage change في البي بي تي. قلت لك عند دكاترة تانيين ممكن تلاقي مكتوبة برضو حاجة تانية زي مثلا net profit او earning per share او ايا كان، بس خلينا نمشيها دلوقتي بي بي تي. تمام. فبتعرف لي percentage change في البي بي تي نتيجة ال percentage change اللي هتحصل في الاي بي اي تي. ده كده degree of financial leverage. فلو قال لي ان ده اتغير بنسبة مثلا 25%، اقدر عن طريق ال financial leverage اعرف ده هيتغير بقد ايه. طب احسبها ازاي financial leverage؟ قلنا بتساوي اللي قبل الانترست على اللي بعد الانترست، الاي بي اي تي على بي بي تي. وعايزك بس ما تلخبطش ان مش شرط ان دول موجودين، يعني مش شرط ان هنا اي بي اي تي وبي بي تي يبقى دول برضو هنا تبقى اي بي اي تي وبي بي تي يعني. ما تلخبطش البرسنتج بالقانون نفسه. عايزك تبقى فاصل الاتنين عن بعض. تمام. لان هنا البرسنتج فيها سيلز واي بي اي تي، يعني الحتة دي يعتبر كأنها الديفينيشن اصلا بتاع الدي او ال. الناحية التانية نفس الكلام دي اف ال. اما القانون ده طريقة حساب بقى الدي او ال نفسها. ما تدخلش الدنيا في بعض عشان ما تدخلش في متاهات، يعني افصل ده عن ده. يعني ده احسن لك وده الافضل، والله اعلم.
لو عايزين بقى نشوف الديجري اوف توتال ليفريج، تاخد دي او ال هتضربها في الدي تي دي اف ال، هيديك الدي تي ال degree of total leverage. بتعبر لي عن ايه degree of total leverage؟ بتعبر لي عن ال percentage change اللي هتحصل في ال PBT نتيجة التغيير اللي هيحصل في السيلز. خدت بالك اننا عملنا دمجنا الاتنين. بص ال DOL كان بتعبر لي عن ايه؟ بتعبر لي عن التغيير اللي هيحصل في ال BBT في عفوا التغيير اللي حصل في الاي بي اي تي نتيجة التغيير اللي حصل في السيلز. معرفش ايه عفوا دي بس ماشي ما علينا. والدي اف ال كان بتعبر لي عن التغيير اللي حصل في البي بي تي نتيجة التغيير اللي حصل في الاي بي اي تي. يبقى دي تي ال التوتال تعبر لي عن تدمج الاتنين مع بعض، التغيير اللي حصل في البي بي تي يفضل يطلع بقى لحد بداية الدي او ال نتيجة التغيير اللي حصل في السيلز. لو جيت عملتها في قانون تلاقيه ان percentage change في بي بي تي هتساوي دي تي ال تايمز percentage change التغيير اللي هيحصل في السيلز. اوعى تلخبط بين ده وبين اللي فيه سيلز ده دي او ال والتاني دي تي ال. اوعى تلخبط بينهم. اوعى تلخبط برضو بين ده وده، مش عشان واحد فيه بي بي تي والتاني فيه بي بي تي يبقى اتنين حاجة واحدة، متلخبطش بينهم. فلو قلتلك السيلز اتغيرت بكذا قولي ايه اللي هيحصل في البي بي تي. لو ربطتلك السيلز بالبي بي تي يبقى نتكلم على دي تي ال. وبرضو زي ما دي او ال ودي اف ال كان ليهم قانون نحسبها بيها، دي برضو ليها قانون بنحسب بيه. ازاي بتحسبها؟ بالقانون بتاعها. ده كده ما يعتبرش القانون بتاعها قد ما هو القانون اللي هتستخدمه عشان عن طريق الدي تي ال تحسب التغيير اللي يحصل في بي بي تي. ازاي بقى نحسب الدي تي ال نفسها؟ كده احنا جبنا يعتبر الديفينيشن بتاع الدي تي ال. شوف بقى الدي تي ال نفسها بتتحسب ازاي. تعالى اصغر الخط شويه كده. ماشي حلو. الدي تي ال بتساوي ايه؟ قلت لك اضرب الاتنين في بعض. دي او ال تايمز دي اف ال. هي الدي او ال اصلا كانت بتساوي ايه؟ بص انا مش هخترع، انا هستنتج قانون من القانونين الاولانيين، مش هجيب حاجه من دماغي. تعال ناخد ده كده دي او ال، ده بتاع دي او ال، اخده نسخ كده. ده كده القانون بتاع الدي او ال. او اقول لك لو عايز تستنتجه بطريقه اسهل ممكن نستنتجه من البدايه خالص اصلا. هي دي او ال بتساوي ايه؟ اقول لك طريقه اسهل تستنتجه بيها. الدي او ال بتساوي، احنا قلنا اللي قبل توتال فيكسد كوست على اللي بعد. بص انا بقول لك ايه اللي هو من غير حفظ. انا ببص على انكم ستيتمنت، بروفيت مارجن على اي بي اي تي. طبعا هو يبقى ام سي كيو، فافرض انت ما احتجتش، وغالبا هتحتاج تعمل انكم ستيتمنت عشان تبقى عارف، بس افرض ما احتجتهاش فانت اوريدي هتكون حفظت القانون من كتر التكرار. بس انا ليه ببص على الانكم ستيتمنت؟ عشان تتعود في البدايه تحفظه ازاي، بس انت بعد كده تبقى خلاص عرفت ان الدي او ال بتساوي ايه. تساوي بروفيت مارجن على اي بي اي تي. طب دي اف ال كانت اللي قبل الانترست على بعد الانترست. اللي قبل الانترست كان اي بي اي تي، اللي بعد الانترست طبعا ما اعرفش بصراحه ان كان في حد من الدكاتره قال الطريقه دي ولا لا، قبل وبعد والكلام ده، بس يعني دي الطريقه اللي شفتها كويسه وعجبتني يعني. جو بقى السيلف ستادي وكده يعني الحمد لله. المهم قبل على بعد انترست بروفيت بيفور تاكسس. بس طبعا القوانين دي من ماتيريال، انا مش هخترع قوانين من دماغي، ما ينفعش سيلف ستادي في القوانين. لكن الامثله والشرح اللي قلت لك ده هو اللي ممكن بعدت شويه عن الماتيريال شويه صغير عشان بس تفهم. انما دلوقتي كل القوانين دي ماتيريال، ماتيريال بالنص. مش هتلاقيني كاتب لك قانون واحد بس زياده ولا قانون واحد باذن الله. ف ده كده دي او ال في ال دي اف ال. طبعا اي حد يعني وصل للمرحله دي في تجاره فهو المفروض يعني عارف ان ده هيروح مع ده، فبالتالي لو شلت ده مع ده هيتبقى ايه؟ هيتبقى البروفيت مارجن على بي بي تي، دول اللي مبقيين. ده كده القانون بتاع الدي تي ال.
بس في الغالب هتلاقيه في ماتيريال مش مكتوب بالشكل ده، عشان تبقى عارف يبقى انهي مكتوب بأنهي شكل. بس بوضح لك هو ليه مكتوب كده. ده بقى الاساسي اللي هنستخدمه. بص احنا قلنا البروفيت مارجن بيساوي ايه. ناخده من ما احنا كنا كاتبينهم قبل كده. ده كده كان البروفيت مارجن اس ماينس الفي سي، توتال سيلز ماينس الفاريبل كوست، اس ماينس في سي. طب البي بي تي بروفيت بيفور تاكسز، لو تفتكر كان بيساوي اهو اس ماينس في سي ماينس اف ماينس اي. مش هبقى اعيد تاني يعني. اس ماينس في سي ماينس اف ماينس اي. من اول هنا كده ده اللي تلاقيه مكتوب في الماتيريال، وده اللي هنستخدمه. بس كده لا، هتلاقي واحد تاني مفكوك. ده كده اول واحد، في واحد تاني هتلاقيه مفكوك، اللي هو هنفك الاس ماينس الفي سي. كنا فكيناها بكده كيو في البي ماينس الفي، number of units في البرايس بير يونت ماينس variable cost per unit. دي كده هنفكها كيو ماينس في تايمز البي ماينس الفي. تمام. واللي تحت كنا فاكينها ازاي؟ لسه فاكينها فوق تقريبا. المفروض كيو في البي ماينس الفي ماينس الاف ماينس الاي. هي اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اس ماينس الفي سي، اللي هي كيو في البي ماينس الفي. بعدين نشيل ايه؟ الفيكسد كوست ماينس الاف، ونشيل الانترست ماينس الاي. بص انا بستنتج لك قوانين عشان ما تبقاش حافظ وخلاص. ايه اللي هيبقى مطلوب حفظه من كل ده؟ سيبك من كل ده. ده بس برضه اعرف دي احتياطي عشان لو جابها لك يعني اشيل الشخبطه دي. ده اللي سيبك منه. لو اقول لك عايز تعرفهم برضه احتياطي اعرفهم. انت فهمت فكرتها، انت عارف قانون دي او ال وعارف الدي اف ال. بس ده اللي مكتوب في الماتيريال، فده اللي عايزك تركز عليه قوي. وباقي اعرفه برضه يعني، هو مش بعيد عن الماتيريال، لا. هو ده برضه يعتبر الماتيريال، بس ده اللي مكتوب بالنص يعني. اتمنى تكون فهمت الدي او ال والدي اف ال والدي تي ال، يعني اتمنى. وبرضه في طرق تانية يعني، الفاينانشال ليفرج خصوصا بتلاقيها منتشرة قوي. هي اوبريتنج ليفرج برضه منتشرة، بس بشكل خاص الفاينانشال ليفرج بتسمع عنها كتير قوي بقى، موجودة في حاجات كتير. فهي ليها طرق شرح كتير، فانا استخدمت طريقة من الطرق. في طريقة تانية ممكن تلاقي ايه، مثلا حد بيقول لك ليه نستخدم فاينانشال ليفرج؟ عشان نزود الايرنينج بير شير، العائد لكل حد. ليه؟ مثلا تخيل لو عندك مثلا آه، ده كده شركة A وهنا شركة B. ده الشركة A جزء الديت بيمثل فيها نص، والايكويتي مثلا نص. تمام. جزء تاني الايكويتي بتمثل الجزء الصغير ده، والديت بيمثل الجزء الكبير ده. فتخيل انت مثلا في هنا 50 فرد من اللي هم معاهم الستوك هولدرز يعني، باختصار هنا 50. تخيل هنا مثلا انهم 100. تمام. فبالتالي دول 100، وبالتالي الديت هنا يبقى 150. يعني واحدة اديت فيها اكتر، وواحدة اديت فيها اقل. فده اللي بيوضح لك برضو، مش عارف بصراحة كانت قريبة من فكرة ليفرج ولا لا، بس ده من الحاجات اللي انا سمعتها يعني او فهمتها. انك لو مثلا هتوزع 1000 او 1,000,000 او 1000 للتبسيط، 1000 على 50 واحد، كل واحد هيبقى نصيبه قد ايه؟ 20. طب لو هنا لو هتوزع 1000 على 100 واحد، كل واحد هيبقى نصيبه قد ايه؟ 10. ففي ناس بتبقى متعمدة تزود الديون بتاعتها علشان تزود الايرنينج بير شير. الايرنينج بير شير لكل شخص يبقى اكتر. ففي افكار كتير في الموضوع زي ما قلت لك بحر واسع. فمش عايز ابعد قوي عن المنهج يعني، كفايه بعد عن المنهج. هو ده كده زي الفل. معاك القوانين دي كده، كل القوانين دي او ال. دي قوانين دي او ال. كل ده يبقى مكتوب، كل ده مثلا موجود في ماتيريال الدكاتره يعني، حتى مش محتاج اعمل ماتيريال. بس هتلاقيني برضه سايب لك بي دي اف عشان يبقى فيه اجابات الاسئله وكده باذن الله. فده الدي او ال، وده الدي اف ال. دي قوانين دي اف ال، ودي قوانين دي تي ال. قوانين سهله وواضحه وما فيهاش مشاكل. وانت يعني الاسئله كلها بتلاقيها تعويض مباشر. فتعالى احل معاك سؤال كده يلم الشابتر، بحيث نبقى لمينا الدنيا بإذن الله. تعالى نشوف السؤال ده.
بيقول لي اندستريال، قبل ما ادخل في السؤال في جزئيه بس بسيطه قوي ما قلتهاش، ان ال دي او ال الاوبريتنج ليفريج مرتبطه بالبيزنس ريسك. مش هدخل في تفاصيل فيها لان مش مهم التفاصيل بزياده، فما تضيعش وقتك في حاجات. انا كفايه الوقت اللي انا ضيعته لك، بس هو ما ضاعش طبعا، كله فايده باذن الله. وهتلاحظ ده لما تلاقي نفسك عارف تستنتج تكون عارف تحل باذن الله. والفاينانشال هتلاقيها من ضمن الفاينانشال ريسك، يعني هي على البديهيه. يبقى الفاينانشال ليفريج محطوطه تندرج تحت الفاينانشال ريسك. ما كنت لسه قايل لك الليفريج على قد ما بيبقى ليها نفع بس بيبقى ليها ريسك. فالاوبريتنج ليفريج بزنس ريسك، الفاينانشال ليفريج فاينانشال ريسك. طب لو توتال ريسك دي تي ال توتال ريسك، حاجة قمة في البديهية يعني. في برضو قانون انا ما اعرفش بصراحة، ما استخدمناهوش خالص، ما شفتش الدكتور استخدمه خالص، بس اكتبه احتياطي لعل وعسى تحتاجه ولا حاجة. financial gearing او financial leverage. بس بالله عليك ما تلخبط القوانين في بعض بقى. ده قانون يعني اعرفه مؤقتا كده وخلاص. financial gearing او financial leverage بتساوي total debt. احنا قلنا ايه الفاينانشال leverage؟ انت دلوقتي يعني الى حد ما فاهم شويه، ان انا ربطت لك الفاينانشال leverage بالديت، بالديون والانترست والحاجات دي كلها. فتساوي التوتال ديت على توتال اسيتس. والناتج اللي هيطلع اعمله برسنتج على طول. خلي بالك الديجري دي او ال ودي اف ال ودي تي ال بتبقى درجه، مثلا 1.233 ديجري، فاهم؟ لكن القانون ده الناتج اللي بيطلع بيبقى برسنتج. توتال ديت اجمالي الديون، مثلا لو مديك لونز ومديك اسيتس فانت تقسم اجمالي الديون على اجمالي اسيتس اصول ايا كان. انا ما شفتش سؤال ليه بصراحه، بس مش مشكله. انا بيقول لك ان الفاينانشال ريسك ده الريسك او الانسرتينتي اللي بتقابلها الكومباني بسبب الديون بتاعتها، الديت او الاوبليجيشنز، فيكسد اوبليجيشنز. نفس الكلام على البيزنس ريسك، بس ده بيبقى بسبب حاجات خاصه بالاوبريتنج. يعني هو لما نبص على البيزنس ريسك، ده البيزنس او ايكونوميك ريسك related to الاندستري. واحد related to الديت الديون والاوبليجيشنز، واحد للايكونوميك ريسك والاندستري والكلام ده كله. يعني بص ما تديش اهتمام كبير بالنظري، بس لازم تبقى فاهم برضو، عشان برضو مش اكيد الامتحان هيجي كذا. اللي اعرفه لحد دلوقتي ان الامتحان باذن الله يكون عملي، بس ما اعرفش هل 100% عملي ولا ممكن يبقى في حاجه نظري. فاحتياطي برضو تبقى فاهم، انت لو فاهم هتعرف تحل يعني. لان النظري اصلا بسيط، هو الشاطر لو تلاحظ كله عملي، النظري اللي فيه بيتفهم. تعالى نرجع تاني لسؤالنا. exercise 1 بيقول لي company عندها output of 100,000 units، ده كده اليونتس تمام، والبرايس 40 per unit. يبقى انا معايا sales، total sales units sales، بس اليونتس بتاعتها كيو، دي كده كيو. تعالى نفصص. لو جبت الكيو اللي هي number of units في البرايس هيديني total sales، ده كده price per unit. ممكن نطلعه كده بي اهو، وده كيو. تمام زي الفل. variable cost average 20 per unit، مديني variable cost على شكل per unit. تمام، انا اقدر اخليه طبعا total، اضرب ال per unit في التوتال في ال number of units. مديني fixed cost دي كده f ب 500,000. بيقول لي ان الديت company debt او اللونز ممكن يجيبها لك بصيغة debt او يجيبها لك بصيغة loans، الاتنين حاجة واحدة، ما هو اللون عبارة عن debt. بيقول لي ان company debt او loans ب 1 million at a 15% interest rate. يعني الانترست ريت دي بتبقى ايه؟ نسبة الفايدة بتبقى على الديون والقروض والحاجات دي كلها. فانت ما تاخدش 1 مليون على اساس انها الانترست ريت كلها، دي مش الاي، لا غلط. الاي هتبقى ال 15% في ال 1 مليون، هيديك الاي الانترست الاكسبنس البيمنت، ومديك التاكس ريت ب 40%. عايز ايه؟ عايز effect of 20% increase in the sales up on EBIT. ده يبقى بيتكلم على ايه؟ يبقى كده لازم تحسب الاول دي او ال. احنا قلنا دي او ال بتوضح لي التغيير اللي هيحصل في
اي بي اي تي نتيجة تغيير يحصل في السيلز، فهو عايز يشوف تأثير increase في السيلز على الاي بي اي تي. ده كده بنتكلم على الدي او ال. طب تاني سؤال: what is the effect of 10% decrease in EBIT upon BBT؟ ده بيتكلم على ايه؟ ده بيتكلم على دي اف ال. قلنا بيشوف البرسنتج اللي هيحصل. احنا قلنا ان البرسنتج تشينج في البي بي تي بتساوي الدي اف ال في البرسنتج تشينج في الاي بي اي تي. انا بتكلم على الدي اف ال. طب ايه الافكت بتاع 30% increase in sales up on BBT؟ لما السيلز تزيد ب 30%، ايه اللي هيحصل بي بي تي؟ بنتكلم على دي تي ال. الدنيا بسيطة. احنا كده محتاجين عشان نعرف نحل نحسب كل واحدة فيهم. طب ازاي نحسب كل واحدة فيهم؟ محتاجين نعمل انكم ستيتمنت الأول. طب ازاي نعمل انكم ستيتمنت الأول؟ نجيب بيانات اللي هنستخدمها في الانكم ستيتمنت. اشيل بس الزحمة دي. أول حاجة أنا معايا توتال سيلز، لا معايا نمبر اوف يونتس وبرايس بير يونت. اقدر احسب توتال سيلز هيساوي ايه؟ يساوي ال 100,000 تايمز 40، النمبر اوف يونتس تايمز كيو تايمز بي اللي هي برايس بير يونت. فالسيلز اللي هي توتال سيلز هتساوي 100,000 تايمز 40 هتبقى 4 مليون. ال اي ومديني العملة ال اي اللي هي جنيه. تمام. تاني حاجة عايز اجيب توتال فاريبل كوست بتساوي ايه؟ بتساوي النمبر اوف يونتس اللي هي كيو تايمز الفي فاريبل كوست بير يونت. 100,000 تايمز 20 هيديني 2 مليون. دي كده الفاريبل كوست توتال. طب بعدين محتاج اجيب الانترست. الانترست هتساوي اللونز او الديت، المبلغ اللي مديهولك بتاع الديت ديون او اللونز 1 مليون تايمز الانترست ريت معدل 15%، 15%. او 1 مليون تايمز 15% هيديك 150,000 او 150,000. ده كده الانترست. هل تقدر تحسب التاكس ريت من دلوقتي؟ لا. ما اقصد تقدر تحسب تاكسز من دلوقتي؟ لا. ليه؟ لان التاكس ريت بيبقى نسبة من ايه؟ من الاي بي اي تي، او لا، بالنسبة من البي بي تي بروفيت بيفور تاكسز. فانت لازم الاول يكون معاك بروفيت بيفور تاكسز عشان تعرف تحسب التاكسز. فتاكسز هنحسبها وقت الانكم ستيتمنت نفسها. لما نوصل للبروفيت بيفور تاكسز بعدها هنحسب التاكسز. ما ينفعش نحسبها من دلوقتي، ما ينفعش تيجي تحسبها من دلوقتي. هتحسبها من ايه؟ نسبة من ايه؟ فهمت الفكرة؟ عملت انا ايه لحد دلوقتي؟ نقلت البيانات اللي حسبناها: السيلز، توتال سيلز، والتوتال فاريبل كوست، والانترست. ده كل اللي عملته. وانا اكتب الفيكسد كوست. كان مديني فيكسد كوست بكام؟ مديني فيكسد كوست ب 500,000. بس كده. ده كل اللي انا عملته. نبدأ حل. هنعمل ايه؟ نعمل انكم ستيتمنت عشان نعرف نطلع دي او ال والدي اف ال والدي تي ال، وبالتالي نعرف البرسنتج تشينج اللي هتحصل عن طريقه. دي نفس الانكم ستيتمنت اللي كنا عاملينها. ما هي انكم ستيتمنت اسطمبة واحدة خلاص عرفناها. خلي بالك التاكس ريت على حسب هو مديك كام. ركز اوي في التاكس ريت. مديك التاكس ريت في السؤال ده 40%، يبقى هنا تعمل 40%. السيلز بكام؟ السيلز ب 4 مليون. هنكتب 4 مليون ماينس total variable cost طلعناها ب 2 مليون. هيديك البروفيت مارجن او جروس بروفيت او ايا كان. او انت في الامتحان مش شرط بقى تكتب ده كله، يعني ممكن ايه تعملها كده بس. ده بس كان عشان شرح فكنت كاتب لك باستفاضة. في الامتحان هي جروس بروفيت من قوسين بروفيت مارجن بس كده، بي ام يعني. هيديني 2 مليون. ده كده بروفيت مارجن ماينس الفيكسد كوست 500,000. هيديني 1,500,000. ده كده الاوبريتنج انكم او الاي بي اي تي. طبعا عايز تعملها اي بي اي تي على طول كده، اوبريتنج انكم اي بي اي تي، مفيش مشكلة عادي. ماينس الانترست. احنا حسبنا الانترست بقد ايه؟ ب
150,000. تمام. ده كده الانترست اكسبنس. يعني في ناس ممكن تكتب انترست اكسبنس عشان ما تلخبطش وتكتب مثلا انترست ريت نفسها. ده الانترست اكسبنس 150,000. طبعا الحاجة النيجاتيف أو اللي عملناها ماينس بنحطها بين براكتس. اديني 350,000. وبعدين ده كده البروفيت بيفور تاكسز. يكفي مصطلح واحد منهم، لو مش عايز تكتب الاتنين يكفي مصطلح واحد. عايز تكتب الاتنين برضو مش مشكلة. تاكس ريت 40%. يعني التاكسز مقدارها قد ايه؟ مقدارها 40% من البروفيت بيفور تاكسز. فهتقول 1350 في 40%. لو حسبت 1350 في 40% تطلع معاك 540,000. يبقى النت بروفيت طبعا ده كده هنعمل له ماينس. فالنت بروفيت اللي هيتبقى 810. اول requirement قلنا كان بيسألني عن percentage change اللي هتحصل. او تعالى نشوف requirement. percentage change اللي هتحصل في ال EBIT لما السيلز تزيد بنسبة 20%. what is the effect of 20% increase in the sales up on على ايه؟ على ال EBIT. يعني نتكلم على ال DOL. فأول حاجة لازم نحسب ال DOL. لو عايزين نحل ايه نحسب ال DOL. ال DOL اللي بتساوي ايه؟ خلاص حفظنا القانون. قلت لك ال DOL هتساوي profit margin على ال EBIT. profit margin على ال EBIT. لو هنتكلم عن ميد ترم فميد ترم ليك مليون طريقة تحل بيها. لو MCQ انا افضل طبعا انك تعمل انكم ستيتمنت، الدنيا تبقى واضحة قدامك. بس لو في حاجة عرفت تحلها من غير انكم ستيتمنت حل. مش شرط يكون محتاج انكم ستيتمنت. يعني لو هنحسبها عن طريق انكم ستيتمنت دلوقتي احنا حسبنا كده كده بروفيت مارجن. بروفيت مارجن بيساوي ايه؟ بروفيت مارجن هيساوي 2 مليون على 1,500,000 اللي هو الاي بي اي تي. فدي هتبقى 2 مليون. 2 مليون على 1,500,000 تطلع 1.333333. قلتلك حاول على قد ما تقدر ما تقربش بزيادة. فاحنا ممكن ناخد مثلا أول 3 3. أو عايز تاخد أول 2 3 مش مشكلة تمام. ممكن امشي زي ما تري واخد أول 2 3. ما تروحش تاخد لي واحد بس كده. لا ولا برضو 1.3. لا برضو. دي كده تبقى ديجري. طب في طريقة تانية. هتلاقي محلولة بطريقة تانية. انا حليت بالطريقة اللي هو هنستخدم فيها income statement. افرض مش عايز تستخدم income statement ممكن تقول الدي او ال. بس طبعا لما كل لازم تعمل income statement. اما لو ام سي كيو في حاجة لو تعرف تحلها من غير income statement مفيش مشكلة. بس income statement بحس انها بتنظم الدنيا. بص حل منظم كده ما تتوهش بدل اللخبطة. فالدي او ال هتساوي احنا عارفين قانون خلاص بقى. انا المفروض معاك القانون فمش هقعد اعيد. السيلز ماينس الفي سي على الاس ماينس الفي سي اللي هي total variable cost ماينس الفيكسد كوست. ده كده دي او ال. لو حسبتها هي لان اصلا اللي فوق هو بروفيت مارجن واللي تحت هو اصلا ال اي بي اي تي. فتعالى نجرب للتأكيد. السيلز احنا مطلعينها بكام؟ توتال سيلز ب4 مليون ناقص توتال فاريبل كوست 2 مليون وفيكسد كوست ب500,000 زي الفل. فنقول هنا 4 مليون ماينس 2 مليون على 4 مليون ماينس 2 مليون ماينس 500,000. تطلع معاك كام؟ الأولى هتطلع 2 مليون على دي هتطلع 1,500,000. فبص يعني مليون طريقة. كل الطرق حاجة واحدة. فانت في الامتحان حل طريقة واحدة. عاوز تتأكد حليت طريقة تانية مفيش مشكلة عشان تتأكد من أرقامك. في الأول في الآخر يطلع معاك نفس الناتج. طب تعالى نجرب كده نحسبها بقى لو هنفكها ونعقد على نفسنا أكتر. لو هنعتبر كأن مفيش انكم ستيتمنت خالص بقى. وكأننا حتى ما حسبناش التوتال سيلز كمان لوحدها ولا أي حاجة حسبناها لوحدها. فنقول أول واحدة كانت كيو. دي كنا بنفكها كيو
في بي ماينس بي. طبعا الوقت تكون حفظت القوانين خلاص ان شاء الله. وهنا كيو بي ماينس بي ماينس اف. كيو number of units. لو تفتكر number of units كان كام؟ طلعنا كام؟ number of units 100,000، والبرايس بير يونت 40، و variable cost بير يونت 20. ماشي، و fixed cost 500,000. فدي هتبقى 100,000 في price per unit 40، variable cost per unit 20، على نفسها بس هنقص منها fixed cost minus fixed cost اللي هي 500,000. هيطلع معاك نفس الناتج برضو، لازم يطلع نفس الناتج وإلا في حاجة غلط. عندك 3 طرق، دي اور دي اور دي. حل بالطريقة اللي انت عايزها، بس ما تقعدش تكتب ال3 طرق يعني، لا حرام، مضيعش وقت. هو استغفر الله العظيم، مش حرام يعني، بس اقصد يعني خسارة الوقت. بس انا بحل معاك لان ده شرح، انا بشرح لك. فكده اول requirement اللي هو ايه؟ كان بيقول لي percentage change في الاي بي اي تي هتبقى قد ايه. نقول percentage change في الاي بي اي تي هتساوي الدي او ال في البرسنتج تشينج في السيلز، او ممكن تكتب اس براحتك اي حاجه. يبقى البرسنتج تشينج في الاي بي اي تي هتساوي ايه؟ هتساوي دي او ال طلعناها 1.33 طبعا ديجري، في برسنتج تشينج في السيلز مدالي في السؤال. تعال نشوف السؤال. بيقول لي لو السيلز زادت ب20%، طبعا دي زيادة increase، فتبقى دي كده 20% زيادة. عشان تحدد انها زيادة هنعمل زي سهم upward. عوزت ما تعملوش، هي كده كده يعني هيتفهم انها زيادة. بس لو decrease فالافضل يبقى لازم تعمل له سهم downward، الافضل يعني تبقى موضح. بس خد بالك انت اصلا بعد ما تكتب الارقام دي انت هتقوم كاتب بعدها شرح نظري، لان هو ممكن في الام سي كيو ما يجيبلكش على هيئة ارقام، يجيب لك على هيئة يعني حتى مش عشان مقالي، عشان لو ام سي كيو يجيب لك على هيئة كلام جملة، انت تبقى عارف الجملة صح ولا لا. انت لازم تكون حاسب الارقام الاول. تعال الاول لو ضربنا دي كده تطلع ب تقريبا 26.67%. طبعا احنا بنتكلم ايه؟ percentage change، فدايما خليها percent. بقى كده عليك دايما تخليها percent. هي ال دي او ال هي اللي بتخليها degree كده، لكن دي بتخليها percent. percentage change في كذا بتخليها percent. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيادة increase. طب لو عايزين بقى نكتب الجملة النظري هنقول ايه؟ هنقول when، او نقول an increase in sales by 20%. ده اللي مدالي في السؤال اصلا. ايه اللي هيحصل؟ there، او ممكن تبدأ مثلا when there is an increase. لو عايز تخلي ده موضوع جرامر بقى مش مشكلة يعني، بس يعني ممكن نقول when there is، اي صيغة تكتبها بس انت فهمت الجملة يعني. there will be، هيحصل ايه؟ هيحصل زيادة an increase، زيادة في ايه؟ في ال EBIT in EBIT بنسبة قد ايه؟ واصلا بيسألك على دي بنسبة by 26.67%. تلاحظ النسبة أكتر من نسبة السيلز اللي هي شرح الليفريج اللي قعدنا نشرحها. ما علينا. ده كده ايه؟ خلصنا ايه؟ طيب بي، تعالى نحسب. عشان نعمل بي كان طالب أصلا ايه بي؟ بيسألني عن الإفكت بتاع 10% المرة دي decrease. خلي بالك هو increase ولا decrease، لأن ممكن يلعب في الحتة دي في ال MCQ. يعني نفس السؤال الأولاني بس يقولك ايه there will be a decrease in EBIT by 26.67، تبقى غلط، هيبقى في increase. تركز هو decrease ولا increase.
المرة دي بيقول لك ايه 10% increase decrease في الاي بي اي تي، قلت ب 10%. ايه اللي يحصل للبي بي تي؟ عشان نعرف لازم الاول هنحسب الدي اف ال. دي اف ال بتساوي ايه؟ دي اف ال كانت بتساوي الاي بي اي تي على البي بي تي. اي بي اي تي على البي بي تي. ده كده الطريقة نحسبها بيها. هنقول الاي بي اي تي كان بكام؟ 1,500,000 عن 1,350,000. تطلع معاك 1.11 كتير كده. ناخد مثلا أول اتنين 1.11 degree درجة. هل نقدر نحسبها بطريقة تانية؟ مثلا لو MCQ ممكن نحسبها بسرعة من غير income statement. زي ما قلت لك الأفضل طبعا الحل الأساسي بيبقى من income statement. في حاجات غصب عنك ممكن تحتاج تستخدم income statement، فاهم قصدي؟ ده غير إنها بتبقى بتنظم لك الحل وكده. بس لو حاجة سريعة مقتطف من سؤال كده ممكن يتحل في السريع. ازاي؟ احنا قلنا ان الفك دي الاي بي اي تي على البي بي تي بتساوي ايه؟ دي اف ال، نروح للقانون بتاعها. دي اف ال بتساوي سيلز ماينس الفاريبل كوست توتال طبعا ماينس فيكس كوست على سيلز ماينس فاريبل كوست ماينس فيكس كوست ماينس انترست. برضه ممكن نفكها للشكل ده. لو مديك شوية بيانات ممكن تفكها في الاخر بالشكل ده تحلها على طول. فانا بصراحة معرفش لسه شكل ام سي كيو يبقى ازاي، بس حل اساسي اللي الدكتور كان بيحل بيه انه كان بيعمل انكم ستيتمنت ويرجع يحل كله. فانا بحل بنفس حل الدكتور، وبقول لك برضو كل الافكار اللي ممكن تخطر على البال يعني. تعال نشوف كده في السريع او نعملها بالطريقه التانية. بص انا قلت لك اول طريقه تسحبها بيها. تاني طريقه ما خدتهاش. طب استنى. ماشي كويس، حتى في الماتيريال طلعت معموله بنفس الطريقه دي. طب والله كويس. عموما لو عايز بقى تحسبها بالطريقه التانية هتعوض ازاي؟ تعوض بالقانون في الارقام دي. يعني يا اما تحسب عن طريق السيلز توتال فاريبل كوست توتال فيكسد كوست، كده كده مطلعين الانترست. يا اما هتفكها بالشكل ده هتعوض number of units اللي هو 100,000 price per unit 40 دي 20 ودي نفس الكلام، والانترست مطلعنا ب150,000. هتطلع معاك لازم هتطلع نفس الناتج، بس يعني كفاية مش هقعد أعيد وأزيد. فأنا وريتك واحدة والباقي نفس الفكرة بقى. طب ال DTL لا الأول لسه ما عملناش اللي هو طالبه. اوعى تحسب ال DFL وما تطلعش هو طالبه. هو طالب ايه أصلا بقى؟ يعني احنا عمالين نعمل كل ده ليه؟ عشان نعرف الإفكت بتاع 10% decrease في ال EBIT. لما 10% لما اي بي اي تي تقل 10% ايه اللي هيحصل بي بي تي؟ تعال نشوف. احنا عارفين ان ده كده requirement بي percentage change في البي بي تي تساوي دي اف ال times percentage change في الاي بي اي تي. ولازم يطلع كل مرة. ماشي مهم. احنا طلعنا دي اف ال بكام؟ 1.11 في الاي بي اي تي. قال لي انها قلت ب 10%. قلت، فبالتالي اعمل تايمز 1.11 تطلع معاك 0.1111. بس طبعا انت لازم تضرب في 100 عشان تحولها لبرسنتج، يعني في الاخر لازم تحولها لبرسنتج. فتطلع معاك 11.1. واكد عليك ما تنساش تضرب في 100. دي كده ايه؟ decrease ولا increase؟ decrease. هنتكلم على decrease دلوقتي. وتكتب له الجملة النظري. تكتب له ايه؟ تكتب له ان لما يحصل 10% decrease في ال EBIT اللي هو ال Operating Income، الاتنين حاجة واحدة، هيبقى في 11.1 أو 11.11 أيا كان حسب بقى التقريبات اللي انت عاملها percent decrease في ال Profit Before Taxes اللي هو ال BBT. لازم تكتبها، خلي بالك، لأن هو ممكن أصلا في ال MCQ حتى يجيبها لك ويجيب لك كذا جملة.
وكمان انا دايما تلاقيني وانا بشرح بدربك على المقالي كمان. الام سي كيو كده كده في فيديو، يبقى في مراجعة ميد ترم ان شاء الله. طيب اخر حاجة، عايز تشوف تأثير زيادة 30% في السيلز على البي بي تي. لو قلنا اول انكم ستيتمنت مع اخرها كده عند البي بي تي، ده كده بنتكلم على الدي تي ال، اللي هي التوتال ليفرج. فنحسب التوتال ليفرج اختصارا للوقت، ده القانون بتاعنا استنتجته لك وعملناه وزهقتك يعني. وطبعا ليها برضو كذا شكل، يعني ممكن تقول ايه، ممكن تقول يساوي الاس ماينس الفي على الاس طبعا دي في سي، على الاس ماينس الفي سي ماينس الاف ماينس الار. وبرضو ممكن تساوي البروفيت مارجن على البي بي تي. وريتك كذا قانون ليها، ده اللي هو الجروس بروفيت. احلها زي ما تحلها هنا في ماتيريال محلولة بالشكل ده، فتمام زي الفل. افرض انت عايز تجيبها من طريق دي او ال ودي اف ال، لو انت حاسبهم. لو مش حاسبهم خلاص يعني ما تحسبهمش مخصوص يعني، بس انت حاسبهم اوريدي، بتضرب الاتنين في بعض. ده القانون بتاعها اصلا، ما احنا استنتجنا القانون ده لما ضربنا الاتنين في بعض لو تفتكر. فهتضرب الدي او ال في الدي تي ال، تطلع معاك نفس الحاجة برضه، 1.48 degree. يبقى اذا ده معناه ايه؟ مم، تعالى اول نحسب قبل ما نقول معناه ايه. تعالى نحسب التشنج، percentage change في البي بي تي، ده اللي بيسألني عليها. لما ايه يحصل 30% زيادة في كده، اللي هي increase في السيلز، فهتبقى 30% times 1.48 تطلع 44.4%. طبعا لازم تخليها percent، هتطلع ايا كان الناتج اللي يطلع لك من دي على الآلة تقوم عامله times 100. تمام، فتخليها percent. لو هو مش مديلك برسنت وقتها، هو المفروض بيديلك برسنت، بس افرض مش مديلك برسنت خلاص ما تعملش تايمز 100 على الآلة، بس هو بيبقى مديلك برسنت يعني. بس كده هي دي الفكرة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان زيادة 30% في السيلز هتأدي لزيادة 44.4 في البروفيت بيفور تاكسز. والجملة دي عشان تبقى عارف برضه لو قابلتك بتوضح لك معنى ال DTL. DTL بتقول لك ايه؟ ان كل اكس percentage change في السيلز لو ايا كان بقى، هتأدي لي 1.48 percentage change في البي بي تي. يعني كأنها 1 percentage change في السيلز هتأدي لي 1.48. عشان كده لما قلنا 30 ضربنا في 1.48 عشان نعرف percentage change في البي بي تي. ده معنى دي تي ال يعني، فاهم؟ يعني كل نسبة، كل 1% change في السيلز هيأدي لي 1.48 change في البي بي تي. نفس الكلام مع الدي او ال ودي اف ال، نفس الكونسبت يعني. مثلا لو هنتكلم على الدي او ال، فيبقى كل مثلا 1% increase في السيلز هيأدي 1.33 increase في ال EBIT. الموضوع بسيط، انت مجرد ما فهمت الفكرة خلاص يعني الحمد لله. بس كده هتلاقيني سايب لك سؤال في الآخر. ان شاء الله احله في فيديو بيترفع، واسيب لك البي دي اف برضه طبعا يعني ان شاء الله. بي دي اف هتلاقيني شايل لك شوية حشو نظري، مش يعني مش سايب لك حشو نظري. هتلاقي الفيديو فيه كلام اكتر من اللي موجود في البي دي اف. البي دي اف هو المقرر اللي عليك، ما تشغلش بالك بكلام كتير ورغي كتير وحشو كتير. التزم بالبي دي اف. التزم بي دي اف الدكاتره حتى يا عم، ما تبصش على البي دي اف بتاعي. التزم بي دي اف الدكاتره في الماتيريال الموحده عشان تبقى عارف. في بعض الدكاتره يعني جزاهم الله خيرا بيعملوا سلايدز وكده، بس في الاول وفي الاخر بياخدوا برضه من الماتيريال الموحده. انت فاهم الفكره؟ فالتزم بماتيريال الدكاتره وما تشتتش نفسك. وانا ممكن بس احط لك كلمه واحده كلمتين زياده لا تعريف في فاينانس مثلا ولا حاجه، لو فاهم كام نقطه زياده. حاجه بسيطه قوي، بس مش هعمل لك حشو ولا اي حاجه، ومش هحط لك ان شاء الله يعني حاجات مش عليك وكده. وجرب حله مع نفسك الاول قبل ما تشوف الحل اللي اسيبه لك. حله مع نفسك وشوف هتعرف تظبطها ولا لا. وبس كده، وان شاء الله تكون استفدت. ويبقى عرفني لو الطريقه دي كويسه مثلا، ان الماده جديده ومش عارف ان كنت انا توسعت بزياده، ولا بعد كده بصمجها لك وخلاص يعني بلاش التوسع الزايد ده، ولا ايه النظام. فبقى عرفني يعني ان شاء الله. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.